سنة 1890 في مصر كان في مجموعة مستكشفين فرنسيين بيحاولوا يفتحوا مقبرة فرعونية في جنوب مصر. في أقاويل بتقول إنهم كانوا جايين للمقبرة دي بالذات. يقال إن المقبرة كانت لساحرة من عصر ما قبل الأسرات، اتدفنت واتحنطت وهي حية زي بنتاور ابن رمسيس الثالث، واتحط على قبرها تعويذ معينة علشان ما تقدرش تهرب، وكان مكتوب تحذيرات كتير على قبرها. لكن المستكشفين ما اهتموش وفتحوا المقبرة وخدوا التابوت بكل اللي فيه وراحوا ركبوا مركبهم اللي متجهة على فرنسا. لحد كده عادي، بس تعالى بقى نشوف اللي مش عادي. الرحلة وصلت فرنسا، ولما دخلت المركب للمينا لقيوا على سطحها القبطان والتابوت وباقي الطقم بالمستكشفين أموات. حاولوا يفهموا من القبطان الوحيد ايه اللي حصل، لكن القبطان كان بيخرف، ومن ضمن تخاريفه انه كل ما بيتحرك في حته عينيها بتروح معاه كانه شايف حاجه مش شايفينها ومحدش فاهم حاجه. خدوا التابوت وحطوه في المتحف في فرنسا، وبعد فتره لقيوا ان حراس المتحف بيموتوا واحد ورا التاني، لحد الخبر ما بدا ينتشر وكله بقى بيتكلم عن اشاعه التابوت الملعون، وكله بقى خايف يقرب من المتحف. ومن هنا قررت فرنسا اهداء التابوت بالموميا لانجلترا، وبالفعل راح التابوت للمتحف البريطاني. والغريب ان كل اللي شارك في نقل التابوت من فرنسا لانجلترا ماتوا في رحلة العودة لأسباب مختلفة. ونفس الكلام حصل في متحف انجلترا، وانتشرت الحواديت على التابوت الملعون، وقررت انجلترا تتخلص منه. وفي الفترة دي كان في راجل ذو شأن في الحكومة الأمريكية لما سمع عن أسطورة التابوت قرر يشتريه. ومن شدة حذر إدارة المتحف قالوا احنا نرسل التابوت ده ازاي من غير ما حد يموت. جات لهم فكرة عبقرية، في سفينة اتبنت في انجلترا بتتحدى المحيطات، ومهندسها قال استحيل تغرق واسمها تايتانيك، احنا نبعت التابوت في سرية فيها بس من غير باقي الركاب ما يعرفوا، علشان ما يحصلش رفض منهم، علشان سمعة التابوت سابقاه. وبالفعل اتحط التابوت في سفينة تايتانيك، وفي سنة 1912 بدأت رحلة تايتانيك متجهة لأمريكا. وطبعا الرحلة ما وصلتش وانتوا عارفين الباقي، واختفى التابوت في قاع المحيط. وفي يونيو 2023 قرر مجموعة من الأثرياء النزول بغواصة علشان يستكشفوا تايتانيك وكنوزها، ومن ضمنها محتويات المقبرة المصرية. ورغم كل التكنولوجيا اللي وصلنا لها في القرن الحالي، وان مخرج فيلم تايتانيك نزل قبل كده علشان الفيلم، الا ان الغواصة ضاعت ومحدش عارف ينقذهم. تفتكر كلها صدف ولا في سبب علمي للي حصل من اول القصة لاخرها؟ محدش عارف. انا محمد فرج، سلام.